يعني ابويا الله يرحمه كان يقول لي هتعفني وريحتك هتطلع والله العظيم من كتر انا قافله الباب عليا وبتفرج على انمي 12 واحده بالكتير. انا عندي شغل هقفل واخش انام ايا كان بقى، واقف في حته كريتيكال هتقف عليا، ايه اللي هيقف عليا يا جماعه؟ انا اسفه، ده انمي، ده مرسوم، انا ممكن ارسمه عادي. عماله تغلط فينا كده يا شباب. اهلا بيكم في المقطع الاخير من سلسله مصطبة الاوتاكو في رمضان. هذا الفيديو برعايه مصر مانجا ستور، اللينك في الديسكريبشن. وكالعاده لو عايزيني ازود من مقاطع مصطبة الاوتاكو وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك، انا مش طماعه. بما ان حضرتك بتحبيش اللود والضغط أيوة. والكلام ده، اخر سؤال اتفضل. تمام، هو عباره عن شقين. ماشي. هل انت مدمنه للانمي ولا لا؟ وكان في مرحله في حياتك كده ولا لا؟ وايه اكتر يوم قعدتي فيه اتفرجت على حلقات انمي؟ ماشي. لا انا مش مدمنه انمي خالص، يعني انا الانمي بستخدمه عشان يخرجني من المود اللي انا فيه ده دلوقتي؟ لا انا بتكلم زمان. برضه ما كنتش مدمنه. يعني انا لو هربط السؤال اللي انت قلته، انا اكتر وقت قعدت اتفرج عليه على حلقات كان عدد الحلقات 12 حلقه، مش هنسى ومش هتتكرر في اليوم. كانت ارك النمل. ارك النمل انا ما كنتش عارفه اسيب، كان لسه بتفرج على اللاب بقى كيف تتفرج على هانتر وكنت عارفه. فاللي هو ايه، انا قاعده قدام اللاب، انا مش عارفه اقلب، انا مش عارفه اقوم، انا عايزه اقوم مش عارفه. اتكرر الموضوع ده بس بعدد اقل حلقات، مثلا كان 8 حلقات او حاجه في الاسباده، ارك الاسباده بتاع بليتش. سبحان الله. غير كده انا الماكسيمم بتاعي 4 حلقات في اليوم، 5 حلقات في اليوم، لما الدنيا بقى تبقى خلاص بقى يوم فاضي بقى. طب انت بتصدعي ولا انت بتشوفي ان ده تضييع وقت ولا ايه بالظبط؟ بشوف ان الحاجه لما تزيد عن يعني عن حاجتها بتقلب وبتبتدي تزهق منها. انا بحب الانمي قوي، مش عايزه ازهق منه، فابتدي اللي هو لا انا لازم اشتاق له. يعني اجمع، انا مثلا عندي الناس كلها عارفه السبت الممتاز، بجمع كده حاجات حلوه على الانستجرام واجيب 3 4 5 انميات اتفرج عليهم، بس انا مستنيه السبت الممتاز، واجيب اندومي واجيب بيبسي واجيب مش عارفه ايه، وكل اخواتي ايه ده انت عندك السهره النهارده بتاعتك. فبقت حاجه مميزه. لكن انا اقعد طول ما الوقت ماسكه معلش اصل الحلقه، اصل كل يوم هتبقى حاجه بايخه جدا. فاشتغل، ذاكر، ساعد ماما، ساعد بابا، وعندي برضو الحاجه بقى ايه اللي انا بكافئ بيها نفسي في الاخر تبقى حلقه الانمي. يعني انت شايفه ان الانمي ممكن يبقى مكافاه ليك على مجهودك بتاع اليوم كله؟ انا طبعا بعتبره مكافاه جدا، مكافاه لطيفه جدا بتغير يومي. ويعني في انميات انا بجد بقعد يا جماعه اقول لكم انا بحبها، دكتور ستون، سبايكس فاميلي، ماشل، انا دول بيدخلوني في عالم بجد اللي هو انا بنسى حرفيا انا عايشه هنا، انا ببقى عايشه معاهم شويه. وكونان كونان يا جماعه. ففي فعلا انميات لا انا فعلا هم بيقدروا تعمل كده انت بقى كده لمده 20 دقيقه ترجع تسمع الدوشه تاني، بس خلاص انت عملت كده 20 دقيقه. فما تضيعش الهبه دي اللي عندك، ان انت بتحب حاجه دايما مستمره وبتنزل حاجه كنت بتتفرج عليها عشان انا عايزه اتفرج، عشان انا نجم، عشان انا مش قادر اسيب. لا انت قادر، وانت قادر تذاكر، وانت قادر تشوف شغلك الاول، وبعدين لما يبقى عندك وقت فاضي مناسب اتفرج، بس كده. ماشي. خدي يا ايه برضو، هل انت مدمنه انمي؟ وايه لا مدمنه انمي. هل انت مدمنه انمي؟ وايه اكتر يوم قعدت فيه كده خدت بالك حلقات من الانميات؟ وكانت انميات ايه؟ بص، هو انا لما كنت اصغر لما كنت مثلا اللي هو في ثانويه، لا ثانويتي انا ما كنتش بعمل حاجه غير ان انا اذاكر في ثانويه. لما كنت في الجامعه كان ممكن اتفرج على 20 حلقه في اليوم. 20 حلقه في اليوم؟ 20 25. انت ثواني انت عارفه يعني ايه 25 حلقه؟ يعني 6 ساعات تقريبا. اقعد مثلا من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل. ده كده انت دخلت في 12 ساعه، ده عيب. يعني انت مدمنه انمي زمان. دلوقتي انا بقيت بعمل حركه هتستفز اي حد دلوقتي. بجري، بشغل على سبيد 0.5 واحيانا 2 اللي هي 2. بتتفرج ليه؟ ما تعرفش تفهمش، انا لازم يعني. واحيانا ممكن افتح ريمان، اختي كانت قاعده في مره جنبي بتفرج على ملخص لمسلسل تركي، ملخص، بجري الملخص، بلخص الملخص. انت متخيل؟ انا حرفيا حاليا خلقي بقى ضيق هنا، يعني اللي هو بقى. لا يعني انت بقيتي مش ما بتحبيش تتفرجي على لا بقيت بحس ان انا ممكن ولا انت بتتفرجي على الانمي عشان صناعه محتوى ولا ايه بالظبط؟
انا بتفرج على انمي عشان ده واجب عليا عشان انا صناعه محتوى. في انميات معلش انا اسفه انا ديمون سلاير اتفرجت عليه عشان خاطر انا صناعه محتوى. سوري جوجيتسو كايسن اتفرجت عليه عشان خاطر انا صناعه محتوى. طوكيو ريفنجرز سوري اتفرجت عليه عشان خاطر انا صناعه محتوى. في انميات كتير. بلو لوك اتفرجت عليه بس انا حبيت بلو لوك، دي حاجه. يعني في انميات انا اتفرجت عليها عشان خاطر انا لازم اتكلم عنها. سولو ليفلينج نفس الموضوع بس انا حبيت سولو ليفلينج. يعني في انميات انا حبيتها لكن في ايوه لكن في انميات فعلا انا بتفرج عليها بس عشان خاطر انا صناعه محتوى، مفيش مبرر تاني. انا ما عنديش الموضوع ده يا جماعه، مفيش حد يجبرني ان انا اتفرج على حاجه اللي مش عاجبني مش هتفرج عليه. لا طب ايه الانمي اللي انت قعدت عليه ال 12 ساعه ده وانت اتاك اون تايتن. اوه انت خدتي الجزء كله؟ خدت الموسم الاول كله. انا قلت اتفرج على حلقه وانزل مشوار. لا نزلت ولا رحت والله العظيم، ويرن وما نزلاش والكلام ده كله. انا يا جماعه جت عليا فتره ممكن اقعد في البيت. يعني ابويا الله يرحمه كان يقول لي هتعفني وريحتك هتطلع والله العظيم من كتر انا قافله الباب عليا وبتفرج على انمي. بس انا كبرت بطلت الموضوع ده خالص. طب يعني الموضوع ده غلط جدا. ليه انا كانت بتضيع عليا حاجات كتير قوي يا جماعه. يعني مثلا انا مثلا فتره الجامعه دي كان ممكن في اوقات اخرج مع اصحابي تدريب ما رحتوش. يعني ايه تدريب ما رحوش؟ يعني ما رحتش والله. يعني تدريب ما رحتوش وفي الاخر قعدت ادعي اللي هو ما كانش عليه درجات بس كان لازم ليا في السنه اللي قبل التخرج. فانا ما رحتوش. صحابي كانوا بيقولوا لي خرجي، ما كنتش بخرج. فهو انا خسرت حياتك الاجتماعيه. بس انا حاليا ما بقتش بعمل كده. بقيت اولا مثلا على الساعه 12 واحده بالكتير انا عندي شغل هقفل واخش انام ايا كان بقى. واقف في حته كريتيكال هتقف عليا ايه اللي هيقف عليا يا جماعه؟ انا اسفه ده انمي، ده مرسوم، انا ممكن ارسمه عادي. سوري يعني انا شفته انا وصلت من فين لفين. عماله تغلط فينا كده يا شباب. ما يا جماعه معلش انا مش قصدي حاجه. اسمعوا انا بقول على نفسي ان انا مستفزه بس والله لو حطيتوا الكلام في نافوخك وكده سمعتوه من وجهه نظري ممكن تقتنع والله. اصل انا مثلا انا واقفه عند حته. خلينا نقول على حاجه. انا في امتحان كان هيروح عليا، مش هيروح عليا، كنت هروحه متاخر عشان خاطر انا في ارك المارين فورد وعايزه اعرف ايس هينجو ولا لا. لغايه ما ابويا دخل قال لي امتحان، انا عارف في امتحان انزلي. فليه احط نفسي في الموقف ده تاني؟ بصحى احيانا كنت بروح الشغل مش فايقه عشان خاطر انا مش قادره اسيب لغايه ما انا حطيت في نافوخي معلش ده مش حاجه هتقف عليه حياتي عادي جدا. يعني دي حاجه مكتوبه، انا ممكن اتخيل اللي هيحصل وارجع بقى اشوفه ده حصل ولا لا. فانا الموضوع بقى بالنسبه لي يا جماعه انتوا عارفين ايه وصلت للمرحله دي ليه؟ عن جالها تشبع من اللي هي وصلت ان هي قاعده طول اليوم تتفرج. فوصلت ان هي بدات اللي هو انا مش مهتمه، انا بجري، انا بتفرج عشان صناعه المحتوى. فهي خسرت حاجه عشان هي عملت فيها اوفر دوز، خدت بحاجه زياده عن اللزوم وتخطت الحدود فيها. فده خلاها ان هي تفقد متعه. يعني خساره ان هي فقدتها، فما تعملش كده بالظبط. وفي حاجه انا بقى قليل قوي لما بشوف انمي يعجبني. يعني انا حاليا بقالي في اخر 2-3 ما عجبنيش غير سولو ليفلينج مثلا. مفيش انمي تاني عجبني. ما تبصيش بعرف كده بس بقول لا بتكلم بجد ما عجبنيش غير سولو ليفلينج. بس باقي الانميات وان بيس ده العادي يعني وانا بحب اتفرج عليه. بس ايه انا اتربيت عليه. وان بيس عمك. الموضوع لا مش حوار كده. يعني هو مش عمك على فكره. لا هو وان بيس عمك وعمك انت كمان. لا انا عمي اسمه حسن. انا تعبت من الجمله دي. بس هو كل في الموضوع ان وان بيس انا متربيه عليه. انا حرفيا بقول في انميات ناروتو وان بيس وبليتش انا كنت بلعب معاهم في الشارع. فهو الطبيعي ان انا اتفرج عليهم حتى لو مش عاجبني. يعني انا بحس ان هو صحابي. ايه خلصتي؟ لا ما خلصتش لسه. الادمان الانمي غلط. لا تكون مثلي. النتيجه اهو هتفقد شغفك. بيفور وافتر. ايه انت عاوزني الانمي وحرفيا انا مبقاش حاجه عجباني في السيزون غير هو سولو ليفلينج. فما دكتور ستون قسما بالله مولع الدنيا يا شباب. دكتور ستون مولع الدنيا قسما ما بالله. عليه لو هو مولع الدنيا. انا ما بتكلمش على اي انمي. انا ما مستنيه لحد الاخر. طيب بجد والله بص يا ايجي. نفس السؤال يا ايجي. تمام. انت شايف الانمي ادمان وانت كنت مدمن للانمي قبل كده؟ وايه الانمي اللي انت قعدت خدته في ليله؟ انمي كامل؟ انمي مش لازم انمي كامل. قعدت خدت اكبر مده يعني. طيب وايه المده دي بعد اذنك؟ ماشي. شايف الانمي ادمان؟ ده رقم 1. تمام. رقم 2 انت كنت مدمن انمي؟ لا خالص. عمري. يعني عمرك ما قعدت خدت
20 3 سيزون زي ما آية قالت كده، لا لا لا، ما 25 اشوفش حلقه. سيزون كامل ورا بعضه، ما بعرفش اه صعبة. ماشي، أوكي، خلاص. يعني لا والله صعبة قوي. ازاي ضهري يوجعني؟ ايه ده؟ يا عم احنا بنتفرج عليه واحنا على الموبايل. لا، انا ما- بحط اللاب عليا. ثواني الديكور. اصل بالمناسبه انا كده انا كده يعني انا اتفرجت على سولو ليفينج السيزون الاول والتاني تمام تقريبا في يوم. ما اقدرش يا جماعة. اخدت ال 20 حلقه. ما احنا غلط. لا. انا ما بقولش ان احنا صح. يعني تمام. احنا نتعلم من الموضوع ده ان ما حدش يتفرج زي باسم وآية. لا بتكلم جد والله بعيدا عن التهريج. واتفرجوا هو من الانمي وبس موايه. واتفرج زي انا ودينا. اه خد الانمي كاري وورد، اه حاجه انت بتاخدها كاري. بس عشان ما انساش برضو السؤال بتاعك، اه اطول عدد حلقات شفته كان 25 حلقه. يعني ديك شفت ما 25 انا هقول حلقه. لك، كنت وقتها قاعد في البيت تعبان، فقعدت قلت هخلص الارك كله. حسيت أنهي أرك ان بقى؟ انا لوحدي. اني ارك بس بقى؟ اوريدي لا عملت. لا، المشكله ان هو كان ارك ممل جدا جدا. كان ارك في ون بيس. ماشي، تفتكري كان ايه؟ دريس روزا. لا، هو دريس روسا ده بيخلص، ده احنا 6 حلقات بنتزحلق على ظهر الراجل. هو مات في الاول ولا في الاخر؟ كان في النص كده، بس هو قبل دريس روسا. قبل دريس روزا. لا استنى، اللي هو بتاع المختبر. لا لا امبل داون. لا الامبل ده والله عجبني جدا. ما هو السجن كان من الاخر آه. الارك اللي كان في النص ده، اللي والله ما اعرف هو فيلر ولا مش، بس حاسه كان مهم يعني. آه. كان سابو وايس ولوفي وهم صغيرين. يا الفلاش باك بتاعهم. شفته كله في يوم عشان زهقت، ما هخلصه. انا زهقت وانا حاسس ان في حاجه مهمه. لا هتفوتني. ودي برضو مشكله تانية كويس ان يجي يتكلم فيها. الانمي هو مش هيفوتك، هو ما يبقاش لازم يبقى عندك فومو منه. بالظبط. تمام، يعني في ميسنج ان انت هتسيب حاجه والحاجه دي هتروح عليك. حبيبي انت بعد الشر لو مت انت مش هتتحاسب عليه، ده بالعكس انت هتتحاسب بيه ان انت ضيعته في ايه بالظبط. تمام، يعني انت شايف ان اصلا عدد الحلقات المناسب لليوم كام يعيش؟ يعني انا ما سالتوش عند عدد الحلقات. لا. جاوب. لا انا عايز هتقعد تتفرج على 3 حلقات اللي هو مقدار ساعه. وفي رمضان انت عملت فيديو عن رمضان المره اللي فاتت. ما لسه في فيديو تاني بقى. طب ممكن تقول لنا حاجه صغيره انت شايف في رمضان تقدر تتفرج على دي بما ان الحلقه دي بتنزل في رمضان؟ والله انت لو ينفع ما تتفرجش ايوه بالظبط. بصراحه انا يعني ان شاء الله مجهزه لكم حلقه كده عن الاوتاكو في رمضان. فلا بس هو عامه بعيدا عن قصه رمضان، انت لو هتقعد تتفرج في البيزك في العادي، انت ممكن تشوف لك 3 حلقات. حلو جدا. انا زمان لما كنت بدات اتفرج بدات باخد الانميات الطويله. انا معظم الوقت اللي ضيعته في الانمي كان انميات طويله، عشان كده تلاقيني شفت انميات قصيره قليله. فلما خدت الاول شفت هانتر، بعد كده دخلت على بليتش، وبعد كده دخلت على وان بيس، وقبلها كنت شايف دراجون بول. فلما كنت بتفرج، انت عارفين كميه الحلقات اللي هو بيتكلم دي فيها دي؟ معدي 2000. والله لا 2000 حلقه. 3000. انا عايزه اقول حاجه. 3000. انت في انمي ثواني عادي، انت في انمي منهم اصلا 1000 وبليتش لوحده لو حسبنا بس الاخر. انا ما شفتش 1000 حلقه في ون بيس لسه. انت ما خلصتوش؟ انا شفت بتاع 700 حلقه، وقول لي 300 وشويه حلقه بليتش في ادي بليتش، 1000 و148 في هانتر، و600 حلقه في دراجون بول. طب ماشي، واديك و700 زيهم في ناروتو. يعني انت داخل في 3000. انا بحب الانميات الطويله اكتر، لان انا خلاص اتعلقت بالشخصيات بتعيش دي، القصه، فبحب اعيش القصه والرحله معاه، فاقعد اتفرج كتير براحتي، ما عنديش مشكله. بس عايزه اوضح حاجه بس النبي يا جماعه. انا بس عايزه اقول لكم، احنا لما حد بيستغرب انتوا شفتوا الانميات دي كلها امتى، انتوا مش عارف يا جماعه، احنا كبار والله، احنا مش 12 13 سنه زيكم. انا اسفه يعني مش لازم تشوفوا ال 3000 حلقه. بالظبط. لما تكبروا هتلاقوا نفسكم، يعني هو مش واجب عليكم ان انتوا تبقوا زينا. هضيف حاجه. الطريقه اللي كنت بتابعها في مشاهده كنت عايز اشوف مثلا انمي قصير جديد ولسه مكمل في انمي طويل، فوقتها كنت لسه بتفرج على بليتش، فكنت باخد بورشن بالنسبه لي 5 حلقات في اليوم. 3 حلقات بليتش، وحلقتين وقتها كنت لسه مش عارف، كنت لسه اشوف ناناتسو تايزاي في الاول ولا حاجه زي كده. فاللي هو حلقتين من ده و3 من ده خلصت اكاميجا كيل، يلا حلقتين من ده و3 من ده، فعشان ما احسش اللي هو ايه انا جيت على ده وجيت على ده وفي نفس الوقت عايز اتفرج هنا عايز اتفرج هنا، ولكن بخرج من جو بخش في جو انا مبسوط منه. ما عنديش مشكله، بعيدا ان هم يعني فصلوني بالاسباده، قعدنا حبه حلوه مبسوطين، كده رجع لك في العالم الواقعي، بعد كده اتبسط بيهم رجعني تاني الاسباده. كان بينزل يعني احنا كان بليتش بينزل واحنا بنتفرج عليه 2004 لما كان يعني ايه ابقى انا وسط فايت الاسباده وانت تيجي تبعت لي حاجه ثانيه. بجد انا مش مصدقه ان ده فيلر حصل. لا ناروتو مش مهتمه بيه. عشان انت شفتي ناروتو خلصان صح؟
احنا كنا بنبقى في الحرب، انا قاعده في الحرب حضرتك، انا قاعده في الحرب فجاه ترجعني 3 5 ايه يا عم انت الحرب شغاله. لا وبعدين يا جماعه انا بتكلم بالطريقه دي، يعني انا كنت قاعده في مره مع باسم بنتكلم في انمي فياري تيل، فبقول له كنا خلاص هنهزمهم، ميست جه وغلبنا. ميست جه وغلبنا ليه فجاه بقينا ميست جه وغلبنا؟ ففي تخلف هنا في نافوخي، انا كنت ببقى قاعده معاهم، فخد بالك عشان دي دماغ مدمن ماشي، ما تبقاش زي كمل يا ايش. بس انت كنت بتاخد بورشن 3 حلقات من هنا، حلقتين من هنا. كمل ايش انت خلصت؟ واحد ما شافش غير ناروتو وون بيس عنه، متوقعين منه ايه؟ على انميات هو بيقول لك كمل يعني كمل ماشي، ما انا هقول لك بس ومكمل. اه هنقص الحته دي. ماشي. طلعني والله كنت عايز اقول حاجه. لا قول. انت نسيت ولا نسيت ايه؟ والله. يا اخي انت بتقسم التلاتة. ايه؟ 3 و2 البورشن اه ده وقتها كنت بتفرج على ال3 حلقات وحلقتين. بعد كده بقى خلاص هم ال3 حلقات دول او الساعه، وساعات في ايام بتيجي عليا حاليا ما بتفرجش اصلا. انا والله يا ايجي كنت خرجت بنظريه في قصه الفرجه دي، حتى لو انا عايز اتفرج كتير استغل اوقات الفراغ، رايح مصلحه حكوميه مثلا بخلص حاجه وانتوا عارفين القعده فيها ازاي، اتفرج. مسافر، راكب رايح مشوار بعيد هياخد له 3 4 ساعات. ده بقى مش ستايلي نهائي خالص. ما بعرفش. ده انا بتهزر. لازم يعني، خصوصا كمان ان انا دلوقتي ما عدتش بعرف اتفرج على التليفون، انا لازم اشوف البيج سكرين وكواليتي عاليه، وده اللي بيخلص النت. لا لازم قاعده يا جماعه، الانمي ده لازم قاعده. ايوه ده انتوا كده عاملين له قدسيه. إيه ده؟ لا بعرفش. مش انا في قدسيه. العياده بفتح الحلقه اتفرج انا عليها. ما اعرفش مثلا الوحيد اللي تم استثناؤه بالكلام ده بالنسبه لي اتاك اون تايتن، لان لو استنيت الحلقه تتحرق، فممكن اتفرج عليها في اي وقت. لكن اي انمي تاني هو لازم يستنى ميعاد السهره بتاعته لما تيجي ويقعد واتفرج عليه عشان يبقى قاعده كده مستمتعه بيه. لكن ان انا اشوفه عشان اخلص منه لا ما طب ما ده بعملش. جزء من الادمان يا جماعه. مش لازم عاملين مش طقوس إدمان. للشيء. مش ما ادمان. هو لا خلي بالكم، خلي بص، بالكم ان هقول لك انا على رافع الشيء لحته ان انا ما اقدرش اعملها. لا ليه ما تقولش هو ده الريورد بتاعتي؟ أيوة. انا بالظبط، عايزه بالظبط. استحقها بطريقتي. بالظبط. يعني انا دلوقتي قاعد مثلا بلعب جيمنج، ما بحبش اقعد ومشغل الاضاءه اللي فوق، لازم اقعد اظبط الاضاءه بتاعتي وحاجتي، لان انا بدخل نفسي في المود، فانا ده المود بتاعي. جايزه بالظبط. انا عايز الجايزه دي على بالظبط. اكمل وجه. انا والله العظيم في انميات ما بتفرجش عليها غير على لون اضاءه معينه انا اتعودت عليه. والله العظيم. يعني انا وقت ADHD لا مش ايه دي مش كده. لا بس انا اتعودت عليه، لو ايه انا السيم ده هو اللي باخده وانا بتفرج. وبعدين كان كمان برضو نفس الفايبس، يعني حاليا دلوقتي انا بتفرج على دراجون بول، معظم الحلقات اللي في دايما احنا في مكان كده شبه الحريقه وبركان ومش عارف ايه، فانا مشغل الاضاءه اللي هي البينك دي. بس انا كده جوه، انا جوه انت كده قاعد معاهم. انا جوه معاهم. انا بيتهيألي ان شاء الله ايجي لما يجي يتجوز هيجيب نظاره VR مخصوص علشان يخش. يا جدعان في ليد بيتركب ورا التلفزيون حوار والله، بياخد اللقطه كده، مش عارف زياد كان قال لي مش عارف كام، كان مبلغ غبي بس كان زاد عماد ايه بس انا بنجيبه لكم ان شاء الله في حلقه. بس والله العظيم تحفه، تركبه ورا شاشه التلفزيون ويقعد بقى ايه كل لون انت بتشوفه من جوه يطلع على الحيطه بقى كده حركات والله هيافه، بس والله بحب. لا مش هيافه يا جماعه، ده حب، ده باشون لشيء. فهي من الاخر العدد الحلقات الكتيره لا تتفرج على الانمي كريورد ليك انت، اتبسط بيه، وممكن تخلي له يوم معين زي ما ديرا بتعمل، او انا بالنسبه لي خلاص ده اخر اليوم انا هقعد اتفرج مثلا على كذا. الانمي الوحيد اللي بيسحلني، مع ان انا ممكن اشوف 3 حلقات واحس بساتسفاكشن عالي جدا، خلاص انا مش عايز اتفرج تاني دلوقتي ولا على اي انمي. الوحيد اللي بيسحلني وان بيس. كل لما اجي اقعد اتفرج انا بقى بقعد اجري عشان انا زهقت، ما انت عمال يعيب في نفس الحاجه، بس انا عايز اعرف اللي بعده. فانا نفسي والله العظيم وانا قاعد في ساعه واحده بس اشوف 6 حلقات عادي. انا ما اجريت كتير. ايوه بالظبط. ما انت عندك في فلاش باك في الاول لازم يفكرني بحاجه انا لسه شايفها، بعد كده فهي الحلقه اصلا 16 دقيقه اساسا من باقي فلاش باك. لا مش تخويف، هو حلو، هو حلو وممتع وجدا، والرحله بتاعته فظيعه والله العظيم، حلوه قوي، تتعلق جدا بالشخصيات. ولكن في حاجات فعلا بالذات الارك بتاع دريس روسا الزفت ده كان طويل قوي، فين وفين على ما وصلت في الاخر. حبيبي انت لسه ما دخلتش في ارك وانو، اطول ارك هجري اطول ارك في التاريخ 5 سنين. فلامينجو بيظهر امتى؟ عايز اشوف. ما دو فلامينجو في دريس روزا. لا ده قبل وانو. الحلقه كام يا ربي؟ 700 حاجه كده. اشمعنى دو فلامينجو؟ لا والله العظيم بحبه جدا، بحبه ده انا عايز اجيب النضاره بتاعته مخصوص.
ده في مره دخل لي ما قال كان بيكلمني بيكلمني على حد جاي من الصين، بيقول لك يا باسم انا هبعت لك لينك لو هو جاي فعلا يجيب لي النضاره بتاعه دوفلامينجو. والله لو بتسالني من الفيفورت فيلنز كان الاول كروكودايل عشان الفخامه بقى والصوت وكده، بعد كده بقى دوفلامينجو حبيته. وده يا جماعه صناع المحتوى. ولسه كنت هسال سؤال، طالما انتوا شايفين الانمي ممكن يبقى ادمان او من الحاجات دي طب ليه انتوا بتصنعوا محتوى؟ بس ده الرد لا الرد الباشون اللي موجود في كل واحد فيهم على كل كاركتر. هقتبس برضو جزئيه انا في حاجات بتفرج عليها عشان انا لازم اعمل عليها محتوى، بس برضو ببقى حاببها. بقى ما هو ده اللي انا هسأل لك، يعني انت بتنزل الرياكت بتاع سولو ليفلنج بعد الحلقه مفيش، يعني ممكن لو اتاخرت يوم بالظبط، وحتى لو ما جابتش فيوز قوي انا عادي، انا بحبها وفي ناس بتستنى ده. انت عشان بتحبها بحبها وبحب اعمل لها كفر، وفي ناس بتستنى ده عندي. مش ممكن مثلا 10% 15% بيتابعني مفيش مشكله خالص، بس خلاص احنا متعودين يلا يا جماعه احنا يوم الاحد هنكفر الحلقه اللي انا بشوفها السبت، هي للاسف بتيجي بالليل. لو كانت بتيجي الصبح والله كنت نزلت حلقه في نفس اليوم. فاحنا متعودين خلاص هنكفر الحلقه كذا، هي بتبقى مواسم كده. بيجي عليك موسم في انمي حلو انت بتتفرج عليه، موسم تاني ديمون سلاير. انا في فتره يعني مش هقول لك اللي هو الحلب ده حاجه وحشه اللي انت تحلب الانمي وكده، بس في ناس كتير عندي بتحبه وانا كمان بحبه، فقادر اطلع منه محتوى كتير. في ناس انت بتعمل ومش بس قله قليله لو انت بتتكلم عنه كتير. يا جماعه انتوا اوريدي بتحبوه كده هتكلم عنه. انا عايز اقول حاجه، لما تلاقوا حد فيهم ماسك فكره وعمال بيعمل فيها كتير، ده بسببك انت والله مش بسببه هو. لانه بكل بساطه انت جبت مشاهدات عاليه على الفيديو ده. تمام. زي مثلا ان انا هسألكم دلوقتي ايه الاسئله اللي انتوا عايزين ابقى اسالها لهم في الحلقات الجايه، تكتبوها في الكومنتات. تمام. ده لو انت اتفرجت هجيب ايجي لوحده. هجيب ايجي لوحده. تمام. فمحدش فيهم بيبقى قاصد يحلف في الشيء، لا انت عايز الحاجه دي فهو بيعملها لك. يعني انا بقول في فيديوهات عند ايجي والله انا اهو يعني ده رايي الشخصي ما بتعجبنيش، بس هو بيعملها كتير بسببكم انتوا. والله العظيم بسببكم انتوا. تمام. نزل تحدي الضحك امبارح. وان انت اساسا بتنزله علشان هم بيجيبوا مشاهدات عليه. هو عمال يقول لك اصل موضوع تحدي الضحك ده انا عايز شفت مثلا قدر الشهادين اديشن انا عايز منها تاني بكره وعايز منها تاني بعده. طب اعملها لك ازاي؟ ما هو الحاجات دي بتبقى ليميتد خصوصا في موضوع الانمي. انت مش زي اي حاجه عاديه بقى يلا تحدي ضحك افتح اي فيديو. وانا في العادي مثلا في قناه الجيمنج ممكن افتح عادي الانستجرام واقعد اسكرول كده. لكن التاني لازم الناس تبعت لي بس انت هتلاقيه فين. فاللي هو خلصت اليوم الاولاني تاني يوم على طول ما تحدي ضحك مش قادر حالا. لازم حالا تحدي الضحك دلوقتي عشان تحدي الضحك ادمان يعني. تمام خلاص ننقل بقى كده على البيه. السلام عليكم. بس كل ما افتكر بص يا معلم السؤال بسيط. تمام. انت كنت مدمن للانمي؟ لا. تمام يا عم اصبر بس اكمل السؤال. كنت مدمن للانمي ولا لا؟ ماشي. وايه اكبر عدد حلقات قعدت اتفرجت عليه؟ سؤال كويس. سؤال كويس ومتفاجئ بيه. سؤال ما خطرش على بالي. لا انا مش مدمن انمي بس كنت اتفرجت على ناروتو 7 مرات كده. عادي نزوة يعني. 7 مرات 700 حلقة 7 مرات 720 حلقة كده في السخان. بس ما عملتهاش تاني يعني. هو يا دوبك كان في انمي كان مش عارف اسمه بوكو داكي حاجة كده وكان 12 حلقة. ايوه. اسمه ريزد بتضحك. هو ريزد 5 بتضحكك. امال 7 هتعمل فيك ايه؟ 7 مرات 7 مرات. فبس فكان ده اخر انمي. بس انا في العادي بتفرج على الانميات اللي هي تخليني اشعر كده اللي هو مثلا زي ديمون سلاير مثلا اشعرت فيه فكملته بتاع. معلش ما بتحبش ديمون سلاير؟ هو انت لسه واخد بالك دلوقتي؟ رينجو طب هو جميل بصراحه. طب ايه اكبر عدد حلقات خدته في يوم؟ سؤال كويس يا عم انجز. كان 12 حلقه في مسلسل بوكو داكي. هو برضه ايريزد برضه بدأ بناروتو قفل ببوكو ده. لا انا اتفرجت على حاجات كتير. ناروتو شيبودن بوروتو بلاك كلوفر. شفت افلام ناروتو 7 5 5 اكتر من كده. هو مش 5 بس. ذا لاست
واللي فاتت سينما ذا فيرست. لا 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 اللي بعد مورجان، هو انت اتفرجت على انميات ايه؟ سؤال كويس. اقول لك انا اتفرجت على انميات والله كتير، بس يعني بتفرج على المشهور، يعني مثلا بلو لوك نزل اتفرجت عليه. سولو ليفين، عشان انا مش هتعب ان انا اروح ادسكفر بقى نشوف ايه في هنا ممكن نتفرج عليه حلو. لا انت اللي مشهور عندك يلا دوس عليه. الترند جايب ايه؟ صحابي لا صحابي مثلا ذوقهم من ذوقي، ده عجبهم ماشي خش اركب. طب ما بتحبش ديمون سلاير وون بيس عمك، انت ما بتحبش تتفرج عليه؟ سؤال كويس. ما اتفرجتش على ون بيس لحد النهارده، وما سالتهاش على انمي قبل كده. فانا فلتت من دي. انا فلتت من دي خلاص. فانا بتصرف يعني اللي هو لو مثلا واحد صاحبي معايا جاري مثلا اتفرج على حاجه وهو ذوق من ذوقي، فبيقول لي اتفرج على كذا. يعني انت ما تعتمدش اصحابك الصانعين محتوى لا احنا كصنايعيه ما حدش فينا ذوق زي التاني. يعني انت صنايعيه محتوى. ما فيش حد فينا ذوق زي التاني. يعني مثلا المعلم بيحب حاجه، هي بتحب حاجه، دينا بتحب حاجه، انا بحب حاجه، انت بتحب فبس فالدنيا في السكالة نيني في الاول وفي الاخر يعني. السكالة. بصوا يا جماعه احنا محتاجين نختم دلوقتي. ليه كده؟ تمام. محتاجين نختم يا صديقي الاوتاكو. ماشي، احنا صحيح خدنا 3 اسئله بس لو في اي اسئله عايزينها اكتبوها تحت في الكومنتات، وما ننساش طبعا نعمل ايه؟ سبسكرايب ولايك. استنى الراجل ده يكمل. طيب لايك، وعايزين 1500 لايك، 600 و500 والكلام الحمضان ده. بص هقول حاجه يا صديقي الاوتاكو، انا في فيديو من الفيديوهات هددتكم، قلت لكم لو الفيديو ده ما وصلش ل1000 لايك مش هعمل لكم فيديو عن هانتر. اوكي، وبعد التهديد وصلتوا الفيديو ده ل1000 لايك. ليه بقى باقي الفيديوهات لا؟ لازم اخش اهدد؟ لازم يعني انتوا كده عايزيني اعمل فيديو عن هانتر؟ تمام. عايزين مصطبة الاوتاكو تاني؟ عايزين نقعد القعده دي تاني؟ يبقى الفيديو ده يبقى الفيديو ده يجيب 1500 وانتوا تعرفوا تجيبوا. ثواني وعند ايجي يجيب كام يا ايجي؟ 3500. 3500 بس كده اساسي. وفيديوهات دينا بتاعت الالعاب تمام، كل فيديو يوصل ل2500. وقناه وقناه مورجان 2000 مشترك في اقرب 5000 مشترك. كل القنوات دي هتلاقيها في الديسكريبشن. تمام ماشي. وما تنساش تقولوا لنا فطرتوا ايه النهارده على راي دينا. ماشي، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويلا سلام. خلاص ده كان اخر مقطع لينا في سلسله رمضان من مصطبة الاوتاكو. كل سنه وانت طيب يا صديقي الاوتاكو. هحط لك في الديسكريبشن كل الفيديوهات اللي نزلت من مصطبة الاوتاكو، يا ريت تتفرج عليها وتوصلها ل1000 لايك، لان ده اللي هيشجعني اني الم التيم تاني ونروح عند باسم اخويا ونعمل لكم 100 فيديو على مصطبة الاوتاكو. واكتبوا لنا كمان في الكومنتات ايه المواضيع اللي عايزينها نتناقش معاكم الفتره الجايه. احنا كده رغايين، بس هنختار المواضيع اللي انتوا هتقولوها لنا. واكتب لي برضو في الكومنتات يا صديقي الاوتاكو، هل كنت تتوقع ان انا كنت مدمنه انمي؟ وعشان كده انا اكتر واحده تقريبا بعمل لكم فيديوهات عن التوعيه ضد الانمي، واظن ان انا شرحت قبل كده ادمان الانمي ايه سلبياته. وما تنساش تتابعني على كل منصاتي، هتلاقيها في الديسكريبشن، وقول معايا يوش ايكيموشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.